عايز تعرف تعامل مراتك؟ افهمها. ايوه افهمها. احنا كستات بنمر باربع مراحل في الشهر. اول اسبوع هي اللي فيه بي ام اس. ده بنكون متوترين تعبانين مش طايقين نفسنا، ولا طايقين حد جنبنا، ولا طايقين ريحه اي حاجه. ابعد بقى عن النقاش والتعامل واي حاجه ممكن توترها. تمام. احتويها احتويها على قد ما تقدر. تاني اسبوع هو اللي قبل البي ام اس. بنكون بقى الهرمونات عاليه حبتين. هرمونات بقى مش طايقين نفسنا، طالبه معانا خناق وخلاص. حتى لو مش لاقيين حد نتخانق معاه هنتخانق مع نفسنا. هرمونات عاليه جدا للنكد، بصوا بيبقى الليفل عالي قوي. فدول تجنبوهم تماما في الاسبوع ده. حاولوا على قد ما تقدروا الغوا اي نقاش حاد ممكن يؤدي لاي بوكسات او اي حاجه. انا مش مسؤوله، ها؟ انا مش مسؤوله. ثالث اسبوع بقى هو اللي بعد البي ام اس. الست بقى بتكون استهلكت، خلاص خلصت طاقتها في الاسبوعين اللي فاتوا. فبتبتدي تعمل ريستارت تاني لحياتها وجسمها وشخصيتها. تهدي كده الهرمونات اللي كانت طافحه عليها بقالها اسبوعين، وتهدي المسائل شويه. دورك انت ايه؟ تحتويها يا معلم بقى. احتويها بحلوه بقى، بكلمه حلوه، بنظره حلوه، بخروجه حلوه. اي حاجه حلوه والسلام. تمام كده. رابع اسبوع ده فرصتك بقى يا باشا. ده تاخد حق الثلاث اسابيع اللي فاتوا. هي بتكون خلاص عملت ريفرش بقى للدنيا كلها، وظبطت مودها، والدنيا الى حد ما كويسه، بس انا برضو مش مسؤوله. تمام، انا مش مسؤوله. تبتدي بقى تظبطها بقى وتظبطك، تبتدي تاخد حق الايام اللي فاتت اللي وريتك فيها ايام صعبه. شوف انت بقى هتمشيها ازاي. بس نصيحتي ليك تجنب الاربع اسابيع. من الاخر كده روح اقعد عند امك.